بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبايبنا طلبة سنة أولى، أخباركم إيه؟ يا رب نكون بنذاكر. امتحاننا خلاص، كلها أسبوعين ثلاثة والترم هيخلص زي الفل. تعالى في التضاد. فاكر التضاد فين؟ أيوة، أهو ما بين الكليات. التضاد اللي فوق، الناس الكبيرة، الناس اللي قاعدة فوق. قضيتين الكليتين مختلفتين في الكيف طبعا، عشان دي ميم وديت سين. قال لي بقى طب ايه حكم التضاد يا مستر؟ قال لك لا يصدقان معا. برضه لا، يعني قلنا لا يعني العكس. يعني لا يصدقان، لو الاولى صادقه هستنتج انا التانيه مالها يا مستر؟ كاذبه. صح، ما هم لا يعني العكس، اتفقنا خلاص. تشوف لا تعمل عكس الحكم على طول. لا يصدقان يبقى التانيه كاذبه، لا يكذبان يبقى التانيه صادقه. تشوف لا اجري على العكس. لكن ايه بقى المصيبه التانيه دي بقى؟ وقد يكذبان. يعني بقى قد يكذبان يا مستر؟ طب قلنا لا يصدقان معا، يعني لو دي صادقه التانيه كاذبه، ماشي. او حتى دي صادقه بقى التانيه كاذبه، ماشي، فهمناها. ايه بقى قد يكذبان دي يا عم شريف؟ واحده واحده. يعني ايه قد يكذبان؟ لو جاب لك واحده من الاثنين دولت في سؤال كاذبه، التانيه قال لك قد يكذبان، يعني ممكن تبقى التانيه كاذبه، ممكن تبقى التانيه صادقه. ايه ده بقى ان شاء الله؟ وانا بقى اختار؟ قال لك لا استنى استنى. عشان كده قال لك ساعتها يا باشا هختار حكم اسمه مجهولة أو غير معروفة. فلو الأولى كاذبة، حكم على التانية مالها؟ مجهولة، لأنها تحتمل الكذب. وسط قال لك قد في اللغة العربية، لو أنت عارف عربي، قد بعدها فعل مضارع يفيد التشكيك. قال لك قد يكذبان، يعني لو واحدة من دولت كانت كاذبة، التانية دي احتمال تبقى كاذبة، احتمال تبقى صادقة، والله مش عارفين. عشان كده اقول لك نقولها ايه، او اقول لك ارسطو كان قاعد رايق. ننسى نقولها للطلبه بكلمه من الاثنين، اما نقول انها مجهوله او اقول له انها يا باشا غير معروفه. يعني لو على فرض الجدل يا باشا، قال لك في سؤال مثلا كل العرب احرار، على فرض انها صادقه، حكمك على اللي بيقابلها بالتضاد. التضاد اهو، اللي هي كل العرب ليسوا احرار. طب اداك صادقه، هتبقى هستنتج دي مالها يا مستر؟ كاذبه. عكس بعض. طب قد يكذبان، اداك دي الاصليه ديت، بس ادالك في سؤال كاذبه، بقت التانية اللي استنتجها ايه يا معلم؟ هقول ساعتها عليها مجهوله. بتسمى كده مجهوله او غير معروفه، لان التضاد لا يصدقان معا عكس بعض. الاولى صادقه، التانية كاذبه. لكن قد يكذبان لما تشوف قد ديت، يبقى التانية اللي هتستنتجها مجهوله وانت مغمض، عشان دي هيقابلك تاني. ماشي كده يا معلم؟ يبقى ادي حكم التضاد. لا يصدقان معا لو واحده صادقه التانية كاذبه، قد يكذبان لو واحده كاذبه التانية تبقى مجهوله او غير معروفه. والحكم بتاعك يتطبق لك برضو في اسئله عند سيادتك. تعالى انت طبعا المساله طبعا لا يصدقان ولا يكذبان، بقول لك ارسطو ده كان قاعد رايق اصله فاضي، ونجيت حق برضه في حاجات عنده حق. ما في قضيه ما ينفعش يبقى الاثنين صادقين مع بعضهم. يعني مثلا كل عرب احرار صادقه، تبقى كل عرب ليسوا احرار برضه صادقه، ما اكيد كاذبه برضه. تحس برضه ان الراجل برضه ايه، رغم ان انا ما بقابلوش وانت عارف، برضه عنده مصداقيه في ايه الاحكام ديت، جيت للحق يعني. طب نطبقها ازاي يا مستر؟ تعال نشوف ازاي. برضه بامثله. اذا صدقت القضيه كل الشباب مثقفون، وكذبت القضيه لا واحد من الشباب مثقف. كل الشباب مثقفون كانت كليه موجبه، لا واحد من الشباب مثقف كليه سالبه. انت بقى هتعملها بقى ديت، عملتها جزئيه موجبه ولا حاجه، هتختار بين كاف ميم وجيم ميم، تختار تداخل، فسيادتك ساعتها مش هينفع اقولها عشان الفيديو حليت غلط، مش هينفع اقولها لك. يبقى انا يا باشا اختار القضيه صح، الله يبارك لك. لا واحد من دي كليه سالبه، الكليه الموجبه الصادقه، الكليه السالبه الكاذبه، كليه موجبه مع كليه سالبه. مفيش تناقض ولا مفيش تداخل؟ مفيش تحت التضاد. ده في ايه يا معلم؟ تضاد من انواع القضايا بحكمهم لا يصدقان معا، ولا صديقه التانيه كانت كاذبه.
تعالى لصيغة تانية برضو بسؤال تاني برضو بأنواع قضايا. هتلاقيني منوع لك في كل حاجة إيه في الأسئلة، إما بأحكام بقضايا أو أنت تجيب القضية بالحكم بتاعها. كل الجنود شاركوا في المعركة. القضية دي حدد نوع القضية. كلية لأن قال لك كل، أدي الجنود موضوع، شاركوا معركة محمول، كلية موجبة. طب دي قضية صادقة، على فرض هذه القضية. القضية اللي بتقابلها بالتضاد وحكمها كاذبة، دور بقى على بالتضاد، دي كلية موجبة. التضاد بتاعها ايه يا مستر؟ التضاد بتاعها كلية سالبة. احنا عايزين مع بعضنا قضية كلية سالبة. طب بعض، لأن الكلية الموجبة مع الكلية السالبة تضاد. بعض الجنود شاركوا في المعركة، موضوع محمول، بعض جزئية موجبة ما تنفعنيش. معظم الجنود لم يشاركوا في المعركة، معظم جزئية، لم جزئية سالبة ما تنفعني، مش دي اللي بدور عليها. جميع الجنود شاركوا في المعركة، جميع يعني كلي، ما فيش فاصل يعني موجبة ما تنفعنيش. دور على القضية اللي انت جبتها، لأن الأصلية كاف ميم، فالتضاد بتاعها كاف سين، الناس الذوات الكبار. كل الجنود لم يشاركوا في المعركة، هي بنت اللذينة المستخبية ديت، بقت القضية بتاعتك الكلية السالبة. اختياري تبقى رقم ج. وادي يا باشا التضاد. اعتمدنا على ايه يا معلم؟ لا يصدقان معا، عكس بعض. قد يكذبان، قلنا قد تبقى التانية مالها يا باشا؟ مجهولة وانت مغمض، كاذبة التانية مجهولة. تعالى لتحت التضاد وثبت كده كل حاجة، راجع عليها كده بهدوء، كل حكم لوحده. التقابل بالدخول تحت التضاد، الناس الغلابة جزئيتين يا عيني، بس عكس بعض في الكيف، لأن واحدة موجبة والتانية سالبة أهم يا رجالة. قلنا التضاد لا يصدقان وقد يكذبان، قلنا عكس في تحت التضاد، لا يكذبان. زور لا يخلي العكس، يعني لا يكذبان الأولى كاذبة، خلاص أنت عرفت اللعبة بقى، الأولى كاذبة التانية عكسها. الأولى كاذبة آسف، التانية عكسها تبقى صادقة. فالأولى كاذبة بقت التانية مالها يا باشا؟ صادقة، لأنه قال لك لا يكذبان معا. وقد يصدقان، يعني لو جاب لك الأولى صادقة سواء كانت دي أو دي، التانية قلنا تحتمل الصدق، تحتمل الكذب، ما قد برضه تخليها ايه يا معلم؟ زي ما قلت لك في التضاد مجهولة أو غير معروفة، قلت لك كده دي أو دي في الايه في الشغل بتاعك. لا يكذبان معا، الأولى كانت كاذبة، يبقى التانية بتاعتها صادقة عكسها، قلنا لا تعمل العكس. قد يصدقان، لو جاب لك الأولى صادقة، قد احتمال تبقى صادقة، احتمال تبقى كاذبة، ما عندناش احتمال في المنطق، فراح مسميها أرسطو الرايق مجهولة أو غير معروفة. من هنا هي يا معلم، لو دي كانت كاذبة هتبقى دي صادقة، أو حتى العكس عادي، لو دي كانت صادقة هتبقى دي مالها يا حبيبي؟ مجهولة. وقلت لك اللي يتقال من هنا لهنا يتقال برضه من هنا لهنا عادي جدا، عشان بس ما اقدرش اكتب لك كتير. ماشي يا باشا. ادي تحت التضاد برضه بالاحكام، العكس في لا يكذبان، المجهول في قد ايه يصدقان. وبرضه تعالى برضه من اللعبه بتاعت لا يكذبان وقد يصدقان اللي بين الجزئيات بس، شوف اسئلتي ممكن تجي لي فيها ازاي. اذا كانت القضيه معظم الطلاب مهملين دروسهم، والله يا عم الحاج صادق، والله يا عم، سبحان الله يا اخي، زي ما يكون بينبط عليك. معظم الطلاب، دي كانت جزئيه موجبه صادقه. القضيه غالبيه الطلاب ليسوا مهملين لدروسهم، غالبيه بقت جزئيه سالبه، جزئيه موجبه صادقه، جزئيه سالبه احتمال تكون كده او كده، يعني مجهوله، يعني غير معروفه، قلت لك ساعتها اللي اشرحها لي دلوقتي حالا. جزئيه موجبه، جزئيه سالبه، هل بينهم تناقض؟ ده الاثنين اللي مش شايفين بعض التناقض. طب هل بينهم تضاد؟ ده الناس الكبار، من ايه مالناش دعوه بيهم. تداخل، دي الست وبنتها.
ده كانت ايه يا باشا؟ دخول تحت الايه؟ التضاد، من نوعين القضيه اللي جابهم لك بالاحكام اللي احنا قلناها لك. ما قال لك قد يصدقان، الاولى صادقه، الثانيه تحتمل صدق او كذب. تعال نشوف سؤالك الثاني. اذا صدقت القضيه السواد الاعظم من الشباب يمارسون الرياضه. نوحة دي ايه؟ السواد الاعظم من ده السور بتاعنا. الشباب موضوع، يمارسون الرياضه محمول. دي قضيه ايه يا باشا؟ دي قضيه جزئيه، عشان السواد الاعظم من موجبه، مفيش فاصل بين الاتنين، دي جزئيه موجبه. القضيه اللي بتقابلها بالدخول تحت التضاد، معلش هي بالدخول، معلش تحت التضاد هي، واداك اختيارات. انا بحب القضيه دي قوي، يعني بحب الاسئله دي قوي، فيها شغل عن الاسئله اللي فوق دي بصراحه ربنا يعني. انت طبعا عايز الاسئله ديت السهله دي بالنسبه لك، ده عسل قوي يا مستر. اعرف نوع القضيتين بالحكم وخلاص، وقلبه وقومه، لكن لسه هشغل دماغي. دي بقى القضيه دي احسن. بص يا عم، دي جيم ميم بتقابلها تحت التضاد جيم سين، ودي صادقه. فاكر تحت التضاد قال لك لا يجذبان معا وقد يصدقان. يعني قد يصدقان، لو اولى صادقه التانية احتمال تبقى صادقة تبقى كاذبة، يعني التانية ايه يا باشا؟ مجهولة. احنا هندور مع بعضنا على قضية جزئية سالبة مجهولة. ليه جزئية سالبة؟ عشان القضية الأصلية كانت جزئية موجبة، تحت التضاد بتاعها الجزئية السالبة. طب ليه مجهولة؟ عشان الأصلية كانت صادقة، وقال لك دولت قد يصدقان، الأولى صادقة تبقى التانية مجهولة. تعال نشوف بقى، واضحت كده يا حبيبي؟ كل الشباب يمارسون الرياضة. طب كل دي كلية موجبة وصادقة، ما تنفعنيش. معظم الشباب لا هي مصر، استنى، اهي جزئية سالبة اهي، اهي قال لك استنى استنى استنى، كاذبة يا مغفل يا مغفل، انت عايزها مجهولة يا مغفل. اوعى اول ما تلاقي نوع القضية اجري حل، استنى. قلت لك لسه من شوية في القضية اللي فوق بتاعت التضاد والتناقض، يعرف القضية بحكمها. عشان كده بقول لك انا بحب الاسئلة دي بصراحة. بعض الشباب، انت طبعا دلوقتي مش طايقني، يبقى دي برضه غلط مش صح، عشان دي النوع القضية صح انما الحكم نفسه مش مظبوط. طب بعض الشباب لا يمارسون الرياضة، دي يا مستر بعض جزئية، لا فصلت موضوع عن محمول سالبة، وحكمها زي ما انت قلت لنا اهو يا عم شريف مجهولة. دي جنسين مجهولة، عشان كده ده الاختيار بتاعي ايه يا معلم؟ الصح. شفت بقى ازاي؟ جاب لك في سؤال قضيتين بنفس النوع ابن اللذينه، جيم سين، بس اعتمد ايه؟ على الحكم، عشان الطالب ما يحفظليش القضيه ويبقى يسيب لي الحكم. هو قال لك لا يجذبان معا وقد يصدقان، قد يصدقان دي صادقه، بقت الثانيه اللي هتستنتجها كانت ايه؟ مجهوله. طبعا دي كافه الشباب بالمره بقى، لا يمارسون الرياضه دي كانت كليه سالبه كاذبه، حكمي ماليش دعوه بيها. وادي يا معلم تحت التضاد، احنا ماشيين كل حاجه بنشرحها لك، نطبقك عليها باسئله بيجي لك فيها ازاي. اتفقنا؟ تعالى بقى لمشكله المشاكل بالنسبه للطالب ان جيت للحق. اللي فات ده كله خلاص بقى لا يصدقان، ولا وقلنا خلاص لا يعني العكس، وقد يبقى الثانيه مجهوله، اعرفها بقى كده قاعده عامه. والتناقض عكس على طول، مش طايقين بعض. التداخل اهو، اهو هو ده الست وبنتها، صح؟ او البنت وامها، عادي عادي. ما ممكن يجيب لك كليه يقول لك هات انت الجزئيه، يجيب لك جزئيه يقول لك هات انت الكليه، يا الست وبنتها ادي اللي ماسك لسان اهو، يا البنت وامها، اللي انت داخل كده وكده يا باشا. حلو الكلام. ارسطو بقى كان فاضي، عمل له 4 احكام ابن اللذينه، وبامانه الله لو بصيت فيهم هتتعقد. صدقه الكليه، صدقه الجزئيه، لو فوق صادقه هنا او هنا تبقى تحت الصادقه زيها، عشان ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء. طب صدقه الجزئيه، الكليه بتاعتنا كانت مجهوله، مش شرط اللي هنا يبقى صادق، بعض العرب احرار صادقه، مش شرط يبقى كل العرب احرار صادقه، يبقى دي قال لك مجهوله. ادي الصدق. طب الكذب، اذا كذبت الجزئيه كذبت الكليه.
طب لو كذبت الكليه يا عم الحاج، الجزئيه بتاعتنا مجهوله. يا لي لطين، يا لي لطين. ايه ده يا عم شريف؟ يقول لي صدقت دي وكذبت دي وصدقت دي. إيه بص استنى استنى، ده كلام ارسطو. سيبك بقى من كلام ارسطو، سيبك منه خالص. احنا عاملين لك التداخل دي بغنوه صغيره جدا، غنوه الزمن، الزمن اللي احنا فيه. ايه رايك في لون الزمن اللي احنا فيه دوت؟ زمان بتاعنا دوت زمن كده ابيض ولا زمن اسود؟ سمعتك انت وهو عشان امتحاناتك قربت. زمن اسود يا مستر، ماشي، همشي معاك في الزمن الاسود. الزمن الاسود دوت انت عندك يا صدق يا كذب في السؤال. الزمن الاسود ده الصدق بيطلع ولا بينزل فيه؟ قيمته بتطلع ولا بتنزل؟ بتنزل يا مستر. يعني الصدق نازل، نازل، طلع ولا حد هيعبره؟ ما نعرفوش. تعرف تقولها؟ الصدق نازل، نازل، طلع ما نعرفوش. تاني كده، الصدق نازل، نازل، طلع ما نعرفوش. تالت كده، الصدق نازل، نازل، فوق صادقة، يبقى تحت منها ما لا يشريك صادقة زيها. شفت ازاي؟ طلع ما نعرفوش تحت صادقة، طلع فوق، بقت فوق ما لا يا معلم ما نعرفوش، مجهولة. شفت بقى ازاي يا صاحبي؟ الغنوة دي بدل الجوز دول يا معلم بلا وجع قلب. هو ارسطو اجدع مننا يعني؟ يبقى الصدق ماله يا باشا؟ نازل طب هو اللي يتقال هنا يتقال هنا. الصدق نازل، نازل، فوق صادقة تحت صادقة زيها. ان طلع لو تحت بقى صادقة وطلع فوق ما نعرفوش، ملوش لازمة عندنا. فوق صادقة تحت صادقة، نازل، نازل، تحت صادقة طلع فوق، يبقى فوق ماله يا باشا؟ ما نعرفوش. والكذب عكسه، والزمن باين بأمانة الله والله يا ابني. الناس الكذابين هوب 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 هوب، ماله يا باشا؟ الكذب طالع، طالع، نزل، والله العظيم ولا حد هيعبره، نزل، ما نعرفوش. الكذب ماله يا عم شريف؟ طالع، طالع. يعني ايه يا مستر؟ انا عايز اشيل ديت مش عارف اشيلها ازاي. ماشي خلاص. الصدق الكذب طالع، طالع. يعني ايه الكذب طالع، طالع يا مستر؟ يعني يا باشا لو تحت كاذبه وطلع سيادتك فوق، مشرفنا كده فوق عند الام ان شاء الله. الكذب طالع، طالع، تحت كاذبه فوق كاذبه، الكذب طالع، طالع. طب لو فوق بقى كاذبه ونزل تحت، قال لك النزل ما نعرفوش، بقت مالها يا معلم؟ مجهوله. ايوان، الصدق نازل، نازل، طلع ما نعرفوش. الكذب طالع، طالع، نزل ما نعرفوش. بص شربت لك المربع ازاي؟ بالغنوه الصغيره ديت. الصدق مكان الجوز دولت، والكذب مكان الجوز دولت. واحفظها كويس، وافتكرها بالزمن اللي احنا فيه، ومش شرط تحفظ الاثنين. احفظ واحده بس منها يا صاحبي، احفظ بتاعت الصدق، هو بس عارف تطبقها ازاي. الصدق نازل، نازل، يعني فوق صادقه، وعايز اجيب حكم اللي تحت صادقه زيها، ما هو قال لك نازل، نازل زيه. طلع ما نعرفوش تحت صادقه، بقت فوق مالها يا معلم؟ ما نعرفهاش. ونفس الكلمه فين؟ في الكذب بتاع سيادتك. ادي يا معلم حكم التداخل. بلا صدقه الكليه صدقه الجزئيه، لا يا باشا، هو الصدق نازل، نازل من الكليه للجزئيه، طلع من الكليه للجزئيه، هو طلع ما نعرفوش من الجزئيه ايه يا باشا؟ للكليه. واعكس فين يا معلم؟ في الكذب. وزي ما قلت لك، اكتر حاجه هتفكرك بالغنوه بتاعتنا ديت الزمن اللي احنا فيه. اه والله احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا. تعال اقول لك انا قصدي ايه. اذا كذبت القضيه طائفه من المفرقعات مدمره، طائفه من جزئيه موجبه، ركز. وكذبت القضيه جميع المفرقعات مدمره، كليه موجبه. كاف ميم وجيم ميم. لو دي كاذبه، دي كاذبه زيها. ما اقول لك الكذب طالع، طالع، جيم ميم مع كاف ميم، مش تناقض، مش تضاد، مش تحت تضاد. ده كان ايه يا باشا؟ ده كان التداخل ما بين الجزء، ما بين البنت
بالراحه كده، البنت وامها، بالراحه كده، ايوه كده، عشان ما تقولش هيك لفظ كده ولا كده. طبعا انت بتسال طبعا من انواع من الارقام الاسئله ديت، يعني الارقام الاسئله ديت ما انزل الله بها من سلطان، لان انا بساعات ربنا نسيت لنا ايه ارقم ايات ارقام الاسئله ديت. فايه ما تركزش في الارقام الاسئله ديت قوي يعني، ما تركزش عشان ما تركز في الاسئله نفسها. 6. اذا صدقت القضيه كل الفلاسفه عبقرة. القضيه بتقابلها بالتداخل، هي محتاجه شغل منك بقى يا معلم. طب كل الفلاسفه عبقرة كانت كليه موجبه. التداخل بتاعها ادي المربع الصغنطط اهو، كليه موجبه، جزئيه موجبه، تداخل اهو على الجزئيه الموجبه. صدقت. فاكر الغنوه؟ الصدق ماله طالع ولا نازل؟ ها، الصدق نازل نازل، يعني جاب لك دي صادقه، هتبقى جيم ميم برضو مالها يا معلم؟ صادقه زيها. دور بقى معايا على جيم ميم وتكون صادقه، لان الاصليه كاف ميم، التداخل بتاعها جيم ميم، والاصليه كانت صادقه، والصدق نازل نازل، يعني اللي تحت منها برضو صادقه زيها. تعال ندور مع بعضنا، احنا عايزين جيم ميم صادقه، خد بالك عشان ما يضحكش عليك. بعض الفلاسفه عباقرة، دي جيم هي مصر اهي، جيم ميم. يا دي استنى يالا، نفس الغلط، نفس الغلطه، ما بتتعلموش الله يحرقكم يا ابني. احنا عايزينها صادقه صادقه، دي كاذبه كاذبه، مش هي ديت، والله ما هي ديت. الاحكام هتفيدك هنا بقى يا معلم. بعض الفلاسفه ليسوا عباقرة، دي جيم سين، مش دي المطلوبه من الاساس. كل الفلاسفه ليسوا عباقرة، كل دي كاف سين، مش دي المطلوبه. هي دي يا مستر. تعال برضو نتاكد مننا. غالبيه الفلاسفه عباقرة كانت غالبيه جيم ميم اهي يا معلم، وحكمها اللي احنا عايزينه يا باشا ايه؟ صادقه، يعني دي اللي عليها العين والنني، لان الصدق ماله نازل نازل، الكاف ميم، التدخل بتاعها الجيم ميم. السؤال اللي بعد كده ده عجبني انا قوي والله العظيم، يعني انا بجمع لكم كده، بجمع لكم كده الاسئله من، على فكره بجمع لكم الاسئله دي من ملازم المراجعه، من ملازم الواجب، من الكتاب بتاع، مش كده تلاقي الارقام متلخبطه، وانا زي ما قلت لك مفيش مونتاج، فايه ما لحقش اصحح. اذا كانت القضيه كل العلماء لا يحبون الكسل، كاذبه. اسحب لك، اسحب لان ده هنا قوي، احنا هنجمع لك حكمين مع بعضهم. كل العلماء لا يحبون الكسل، كليه سالبه. صح الكلام؟ القضيه ودي كاذبه، اللي بتقابلها وبتكون مجهوله، واداك تداخل وتضاد، تداخل وتناقض، تناقض وتضاد. هنا حكمين بقى، ارسم مربعك عادي جدا جدا جدا، ولا تقلق ولا تتوتر. ادي كاف ميم، وادي كاف سين، ادي جيم ميم، وادي جيم سين. صح الكلام؟ قضية كانت اهي كلية سالبة وكانت كاذبة. تعال نشوف احكامنا بالتناقض. قلنا التناقض يعني العكس، لا يجذبان، كاذبة بقت ديت صادقة. تضاد، قال لك تضاد لا يصدقان معا وقد يجذبان، قد يجذبان، دي كاذبة بقت ديت المجهولة. تعال نشوف التداخل، ما كل قضية لها تلات قضايا بتقابلها. التداخل، دي كاذبة والكذب طالع طالع، والنزيل ايوان الغير ما نعرفوش، بقت دي مجهولة. يعني القضيتين المجهولة عند سيادتك الكاف ميم يعني تضاد، الجيم سين يعني تداخل. تداخل وتضاد ولا تناقض، قلنا طب مالناش دعوة، مفيش تناقض خالص، ناخد دي كانت صادقة. وطبعا تحت تضاد دي مستحيل من الجزئيات، بس شفتها بعينك دي ودي اللي بتقابلها. ده برضو سؤال حلو، احنا برضو بننوع لك في الاسئله بتاعت سيادتك. يبقى هو يا حبيب قلبي اما بيسالك زي ما قلنا لك فوق كده قضيتين باحكامهم، وانت من انواع القضايا والاحكام بتجيب العلاقه بتاعت سيادتك، تناقض تضاد، تحت التضاد تداخل، او
صيغة تانية يجيب لك سؤال بقضية بتاعته بحكمها ويقول لك هات انت بقى القضية التانية بالحكم بتاعها، ودربناك في كل حاجة منهم على اللعبة ديت. مش بقى عارف بس أسئلة هتجيلك ازاي في موضوع مربع ارسطو دوت. ماشي يا معلم؟ دي اشهر صيغتين عند سيادتك اللي احنا دربناك عليهم دولت يا معلم. بس انا في كتاب المدرسة بقى صراحة ربنا عجبني سؤالين حلوين قوي، او واحد بس وانا عملت التاني بتاعه. قال لك تتكون قضيتان صادقتان على مربع التقابل إذا كذبت كاف س كذبت كاف م. ده من كتاب مدرستك، وسؤال حلو قوي قوي، ممكن يجي ممكن يجي لك زيه عادي. ايه يا مستر شريف بقى، ايه اللغه ماديات، ما احنا ماشيين صح. اقول لك والله العظيم تافه، ارسم مربعك اهو يا معلم. حلو، ادي كاف م، قلت لك لازم تكون عارف المربع، وادي كاف س، ادي ج م، وادي ج س. ده اسمه تناقض زي ما اتفقنا. الكبار قاعدين فوق تضاد، تحت منهم في البدروم تحت التضاد. الست وبنتها التداخل. التداخل صح كده، ادي المربع بتاع سيادتك. ماشي. بص بقى يا باشا، لو كذبت كاف س، لو كاف س دي هنا بقى هتجرب انت اكتر من مره، خد بالك. لو كاف س دي كاذبه، تعال نشوف احكامنا. لو دي كذب بقت ديت صادقه، ما هم لا يصدقان ولا يكذبان، تناقض. طب تضاد، قال لك لا يصدقان وقد يكذبان، دي كذب بقت ديت مجهوله. طب كاف س كاذبه والكذب طالع طالع والنسبه المفروض بقت دي مجهوله. ده عندنا اتنين مجهولين وواحده بس اللي صادقه، دي ما تنفعنيش. شفت بقى؟ هتحلها كده لو جات لك حاجه زي كده، انت بتجرب كل حاجه منهم. ماشي يا باشا. طب لو كذبت كاف ميم، ادي كاف ميم كانت كاذبه، تعال نبتدي دي كاذبه ونشوف احكامنا. كاذبه بالتناقض اللي هو العكس صادقه. بالتضاد قال لك لا يصدقان معا وقد يكذبان، دي كذب بقت ديت غير معروفه. طب تعال نشوف بالتداخل، كاف ميم مع جيم ميم، ودي كاذبه، احنا بنجرب التانية دي خد بالك، كاذبه والكذب طالع طالع نزل ما نعرفوش بقت مجهوله. مش ما فيهمش واحده، ما فيهمش الا واحده بس صادقه، ما تنفعش. طب صدقه جيم ميم، اللعبه على دي بقى اهي، على جيم ميم دي صادقه يا مستر مثلا، جرب برضه. صادقه بقت اللي عكسها هنا كاذبه. طب تعال نشوف تحت التضاد، اللي تحت التضاد لا يكذبان وقد يصدقان، دي صادقه، قد يعني التانية مجهوله، بقت دي مجهوله يا مستر. تعال نشوف التداخل، دي صادقه والصدق نازل نازل ونطلع، ما هو نازل نازل كده تحت، ونطلع كمل بقى غنوتك، ونطلع ما نعرفوش بقت فوق، مالها يا باشا؟ ما نعرفهاش مجهوله. لا، مش مفيش قضيتين صادقتين في اللعبه ديت. اكيد هي دي بقى يا مستر، ما احنا جربت الثلاثه بقى يا مستر، اكيد هي ديت. هقول لك بس ما تتاكد. ماشي هي دي، انا معاك هي ديت، ما انا جربت الثلاثه وطلعوا غلط، اكيد الرابعه. بس بص عشان برضه تاكد نفسك، لو كذبت جيم س، لو افترضت ان جيم س ديت، ده سؤال حلو قوي، كاذبه. لو عايز اجيب التناقض بتاعها على كاف ميم، كاذبه بقى كاف ميم صادقه، هتكلك عليها اهي صادقه. ماشي يا معلم، ادي كاذبه اهي. وعايز اجيب تحت التضاد منها، هو قال لي الحكم تحت التضاد ايه؟ لا يكذبان معا، دي كاذبه بقت ديت صادقه. اهم اتنين صادقين اهم، اهم ادي واحده وادي واحده. وجيم س لو كاذبه وتطلع بقى للتداخل برضه بالمره، الكذب ماله يا معلم في الزمن الازرق، الكذب طالع طالع بقت فوق كاذبه. بقت فين يا معلم؟ كذبت جيم س. شفت اللفه ديت؟ بس لفه حلوه، بنفس الفكره بتعمل بعد منها برضه. تتكون قضيتان، بس انا بقى عايز امسح ايه الشويه دولت، مش هينفع يتمسحوا للاسف، ماشي انا ما بعرفش بيتمسح منين، مفيش مونتاج. ماشي. تتكون قضيتان كاذبتان، ده المونتاج ده بيريحنا والله. اذا صدقت جيم ميم ولا كذبت كاف ميم، ولا صدقت كاف ميم ولا صدقت جيم سين، ولا برضه جرب.
مربعنا المحندق اهو والصغنطط اهو. كاف ميم، ما مفيش مكان نرسم فيه معلش. كاف سين، جيم ميم، جيم سين. اتفقنا خلاص، ده اسمه تناقض، خلاص حفظنا بقى. ده تضاد، ده تحت التضاد ده تداخل. ماشي يا معلم. قال لك لو صدقت الجيم ميم، لو دي صادقة هتبقى دي كاذبة. الصدق تطلع تعالى تحت التضاد، لا يكذبان وقد يصدقان، بقت دي مجهولة. طب الصدق في التداخل نازل نسق، طلع معرفة، بقت دي مجهولة. ده انا عندي اتنين مجهولين، ما ينفعش معايا. كذبت، كاف ميم، لو كاف ميم دي بقى كانت كاذبة جرب، لو دي كاذبة. تناقضها يعني العكس، صادق. طب قلت لك دي كانت كاذبة، اتفقنا. التداخل بتاعها قال لك هما لا يصدقان وقد يكذبان، كاذبة بقت ديت مجهولة. طب الكذب في التداخل طلع نزل معرفة، بقت ديت مجهولة. ده انا عندي اتنين مجهولين، ما ينفعش معايا. تعالى نغير الرسمة هنا كده صغيرة كده عشان انا ايه ما بقاش في مكان ارسم فيه تاني. ماشي يا معلم. فتعالى نجرب اللي تحتين دولت ايه، كاف ميم كاف سين جيم ميم جيم سين هنا. ربنا يكرمنا وتطلع حاجة من دولت. ماشي. طب لو صدقت كاف ميم تكون قاعدتين كاذبتين، تعال نشوف. ادي كاف ميم اهي صادقة، صح. التناقض بتاعها اسهل حكم عكس بعض. صادقة بقت هنا كاذبة. ادي اول حاجة. من كاف ميم راح على كاف سين بايه؟ بالتضاد، ما كل قضية راح مع القضية اللي حوالين منها. بالتضاد دي صادقة، وقال لك في حكم التضاد لا يصدقان معا وقد يكذبان. لا يصدقان صادقة بقت ديت كاذبة. تعالى في التداخل بتاع كاف ميم. كاف ميم مع جيم ميم، الصدق نازل نازل، بقت فوق صادقة تحت صادقة زيها. يا مستر عندي هنا صادق كاذبة، عندي هنا كاذبة، يعني قد الحكم كان هنا ايه؟ صدقة كاف ميم، طلع لك اتنين كاذبتين. التناقض صادقة عكسها كاذبة. التضاد لا يصدقان صادقة عكسها كاذبة. طبعا صدقة جيم سين دي ملهاش علاقة. حلو قوي السؤالين دولت بصراحة ربنا. بص اشتغلنا فيهم قد ايه وجبنا فيهم كل الاحكام بتاعتنا يا صاحبي. مش كده؟ انا عجبني السؤالين دولت وقلت برضو ايه نشرحهم لك كده عشان لو جت حاجة زيها تبقى تعرف ايه هتحلها حاجة زي كده ازاي. دي عامة يا باشا اسئلة الاختيار اللي هتجيلك زي ما اتفقنا. ضربناك على 3 4 صيغ. اولا على القضايا في الاول علاقات خالص من غير احكام، اعتمدت فيهم على نوع القضايا وتعرف بقى وش رسمة المربع، ده تناقض، ده تضاد، تحت التضاد تداخل. كانت اول جزئيه. جينا في الجزئيه الثانيه يا معلم، جبنا لك احكام كل واحده لوحدها وطبقنا لك عليها. الجزئيه الاخيره كام سؤال كده يا باشا عشان لو برضو فكروا استعبطوا وجابوا سؤال ايه يا معلم في المقالي. انت بقى ترسم مربع ارسطو يا باشا زي ما انا عامل كده. على فرض صدق القضيه لا شريف يقبل التفريط في القضيه الفلسطينيه، فما حكم القضية التي تقابلها على مربع التقابل؟ المفتاح في نوع القضية. لا شريف يقبل التفريط في القضية الفلسطينية كانت ايه؟ فاكر؟ لا في أول القضية كاف سين. أيوان. عايز حكم القضية. سيادتك رسمت مربعك عايز زي ما انا رسمت كده، بعلاقاتك الكلام ده هترسمه بايدك، بعلاقاتك بشغلك بسلطاتك بابا غنوجك، انواع قضايا وقضايا وهكذا. الاصليه فين يا معلم؟ كاف سين اهي. دي الاصليه اهي، اوعى تنساها اهي. اكتبها له. لا شريف يخون الأمانة، حكمها إنها صادقة. بص يا ابن عمي، القضية ديت طلع منها 3 أسهم صح؟ أدي سهم أهو رايح على التناقض، يبقى أنا عايز أجيب التناقض. سهم تاني أهو رايح على التضاد صح؟ يبقى أنا عايز أجيب التضاد. سهم تالت هو رايح على التداخل، يبقى أنا عايز أجيب التداخل. كده أجيب 3 أحكام: تناقض، تضاد، تناقض، تضاد، تداخل. واحدة واحدة. التناقض هو قال لك حكم التناقض ايه؟ فاكره؟ عكس بعض، صادقة عكسها كاذبة. يبقى هكتب هنا كلمة كاذبة. ماشي معايا؟ واكتبها له بقى. بعض جزئية موجبة، خد بالك. الشرفاء ممكن تحول من مفرد لجمع عادي جدا.
بعض الشرفاء يخونوا الأمانة. يبقى ادي التناقض هو جبتها بالعكس يا حبيبي. صادقة كانت عكسها كاذبة زي ما قلت لسيادتك، وكتبت له قضية. طب تعالى للتضاد. انا خلصت تناقض، رايح للتضاد بقى. التضاد رايح على كاف ميم. هو قال لك ايه في التضاد؟ قال لا يصدقان ولا قال لا يكذبان يا عم شريف؟ عشان انا بنسى معلش. ما المستر قال لنا هتجيب التضاد من التناقض، مش التناقض لا يصدقان ولا يكذبان، تبقى التضاد لا يصدقان وقد يكذبان. طب لا يصدقان اللي عليها الشغل العين والنني، يعني دي صادقة، تبقى دي مالها يا معلم؟ كاذبة. ما هو قال لك لا يصدقان، واكتبها له يا باشا ايه؟ كل شريف يقبل التفريط. معلش كتبت قضيه تانية خالص، معلش التفريط مش هينفع امسح. في القضيه الفلسطينيه لا شريف يقبل التفريط في القضيه، زي ما كنت قلبي حاسس مش عايز اتكلم على القضيه الفلسطينيه عشان ما فيش مونتاج، فعشان كده كتبت قضيه تانية خالص غيرها. في القضيه يا شباب لا شريف يقبل التفريط في القضيه الفلسطينيه، ده طبعا ده المفروض يعني. فبعض الشرفاء يقبلوا التفريط في القضيه الفلسطينيه، كل شريف يقبل التفريط في القضيه الفلسطينيه كاذبه. تعالى بقى تعالى على التداخل بقى، ويقول لك ايه في التداخل؟ صادقه. فاكر غنوتنا؟ الصدق نازل نازل، وانطلع طلع فين بقى؟ ما خلاص وانطلع ما نعرفوش، عايز تغنق ماشي. الصدق نازل نازل فوق، صادقه بقت تحت، مالها يا باشا؟ صادقه زيها. واكتبها له يا باشا. بعض الشرفاء لا يقبلوا التفريط في القضيه الفلسطينيه. هو انا مثلا لازم اكتب القضيه كده؟ اقول لك اه لازم تكتب القضيه كده لو جالك حاجه زي كده، وتوزع القضيه صح، وما تغيرش في الموضوع وفي المحمول. شريف موضوع يقبل تفريط محمول، بتغير انت بس يا حبيبي في السور بتاعك، وتحول من مفرد لجامع عادي جدا. القضيه الاصليه كانت هنا اهو. جبنا التناقض يعني العكس، صادقه كانت عكسها هنا كاذبه. بعد كده جبت التضاد، لا يصدقان معا، لا يعني العكس، صادقه بقت عكسها كاذبه. اخيرا جبت التداخل بغنوتي، صادقه والصدق نازل نازل بقت تحت صادقه. ماشي يا باشا. ادي يا معلم حاجه ممكن تيجي لك زيها، وساعتها بقى ايه؟ يبقى عايز المربع كله، وممكن يختار لك حاجات صغيره بس من المربع. بس انا بحاول ايه؟ احل لك معظم الصيغ عشان يبقى انت ايه؟ عندك المام كامل بصيغ مربع ارسطو شكلها عامل ازاي. على فرض كذب القضيه كافه الطيور تاكل العشب. حكم القضيه اللي بتقابلها هنا بقى حددت لها راجل محترم، وحدد لك حاجتين اتنين بس. ممكن اقول لك برضه حاجه واحده بس في الامتحان، خد بالك، يبقى راجل محترم طبعا بالنسبه لك محترم جدا جدا جدا. كافه الطيور تاكل العشب، نوعها كليه موجبه. لازم تحدد نوع القضيه بتاعت سيادتك. رسمت مربعك عادي كده زي ما انا رسمه كده قدام منك كده يا حبيبي، انت بترسمه مش هيجي لك مرسوم، انت بترسمه بايدك زي ما قلت لك. وكافه الطيور تاكل العشب اهي. اهي فكرة الشباك بتاعها كده يا معلم، عشان احدد له نوع القضيه الاصليه فين، واكتبها له يا باشا. كافه الطيور تاكل العشب. خدت على التاب ايه؟ تحفه. والحكم بتاعها كانت كاذبه. هو لازم دي المقدمه اللي انت بتبتدي منها يا حبيبي. ولا كان عايز من سيادتك حاجتين، عايز منك تداخل كتر خيره، وعايز منك تضاد. ماشي يا معلم. طب دي كاذبه، تعالى نجيب التداخل. فاكر التداخل؟ دي غنوة التداخل. الكذب ماله؟ ها؟ طالع ولا نازل؟ افتكر. ها؟ الكذب طالع طالع، والنزل ما نعرفوش كده، احنا نازل اهو. بقت تحت مالها يا معلم؟ ما نعرفوش، مجهولة. واكتبها له زي ما اتفقنا. بعض الطيور تأكل العشب. ادي التدخل بتاع سيادتك بالغنى بتاعتنا بتاعت الزمن اللي احنا فيه. ان الكذب ماله يا باشا؟ الكذب طالع طالع، ولو نزل ما نعرفوش. هنا كان نازل فكانت معروف غير معروفه اللي هو مجهوله. طب تعالى نجيب بقى
التضاد بتاعنا. هو قال لك دي كاذبة، فاكر حكم التضاد؟ هو قال لك في تضاد ايه؟ لا يصدقان معا وقد يجذبان. قد يجذبان، قلت لك اول ما تلاقي قد يبقى التاني على طول ايه؟ فاك مجهولة. جدع جدع. ما قلنا لا يعني العكس، وقد يعني مجهولة. وقال لك انا قد يجذبان. بقت الكلية السلباء حكمها كانت مالها يا باشا؟ مجهولة. ونيجي نكتبها له بقى كل الطيور، عادي متغير من كافة الكل عادي برضه. كل الطيور لا، ما تقولوش بقى ليس، لا تأكل العشب. يبقى انت جبت له قضيتين بالاحكام بتاعتها يا باشا. لو كان طالب منك حكمين اتنين بس. افرض طلب مني تداخل بس يا مستر، هتجيب له دي بس يا باشا، ترسم مربع وتجيب له الحته دي بس في سؤالك. مثلا كاذبه، الكذب طلع ما اعرفوش، خلاص مجهوله. عايز دي مني بس يا مستر، اجيب دي بس. لو عايز منك تضاد بس. عايز تداخل مثلا يا مستر، قال لك حكم، ممكن يقول لك ديت حكمك على ما يقابلها بالتناقض مثلا. اهو يا معلم من عندنا دي كانت كاذبه، التناقض بتاعها يبقى ايه؟ قول. جدع صادق. ده لو قال لك بقى تناقض ولا حاجه، واكتبها له برضه هنا. انما السؤال الاصلي كان عايز منك يا باشا ايه؟ تداخل وتضاد. يبقى ادي حلنا المقالي والعملي على المربع. تعالى لاخر حاجه عندنا. اذا سلمنا بصدق القضيه ليس كل ما يلمع ذهبا. نوع القضيه هي الاساس زي ما اتفقنا. القضيه اللي بتقابلها وتتفق معها في الكم وتختلف في الكيف. ايه ده بقى يا عم شريف؟ والله العظيم ثلاثه سهله. من نوع القضيه الاصليه ايه؟ هلف وادور لفيديو نوع القضايا. جيم سين. ما هو ليس كل كانت جزئيه سالبه، فالاصليه بتاعتها جزئيه سالبه. جزئيه سالبه، مش جزئيه موجبه. ليس كل، مش كل يعني ايه؟ مش كل يعني بعض، واداك ليس في الاول. القضيه اللي بتقابلها بقى وتتفق معاها في الكم، يعني الكم بتاعها زيها، دي جزئيه. يبقى التانيه جزئيه زيها، هو قال لي كده. وتختلف في الكيف. اتفقت في الكم جزئيه زيها، اختلفت في الكيف. طب الكيف هنا كان س، عكسه ميم. يبقى الاصليه جيم س. انا عايز بقى ادور على قضيه جيم ميم. الله يكرم اصلك، عشان دي يا حبيبي اللي بتتفق مع القضيه الاصليه في الكم جزئيه زيها، ادي كم. والكيف موجبه عشان الاصليه كانت ايه؟ سالبه. يعني ايه يا باشا؟ يعني احنا هنلعب هنا كده مع العيال الصغيرين، مش مع الناس الكبيره، مع العيال الصغيره. ليس كل ما يلمع ذهبا، اهي اهي. ليس كل ما يلمع ذهبا. وتشوف يا باشا ايه؟ وكان حكمها اللي ادولك صادقه. صادقه. ماشي يا مستر. سهله يا مستر والله العظيم. طب وريني يا اخويا هتحلها ازاي يا ابو سهله يا مستر والله العظيم؟ ده اخر المثال خد بالك، فما تتعبش قلبنا. صادقه يا مستر تحت التضاد يا مستر كان لا يصدقان يلا يا حرقك. لا يصدقان ايه بس؟ بقول لك تحت التضاد وتقول لي احلها يا مستر. يا ابني تحت التضاد. تحت ده كان لا يجذبان معا وقد يصدقان. يا ابني احفظ السطر ده. لا يجذبان معا وقد يصدقان، ده كان تحت التضاد حبيبي. عشان كده يا باشا لما بنتكلم على لا يجذبان وقد يصدقان، دي صادقة. قلنا قد، ما دام شفنا قد يبقى التانية بتاعتها مالها يا مستر؟ مجهولة. يا فرحتي انت فرح بكلمة مجهولة. ماشي، بقت التانية ايه يا معلم؟ مجهولة. دي صادقة. ليس كل ما يلمع زمن، هنبقى اكتبها هنا ايه؟ بعض ما يلمع ذهبا. ان طلب منك الايه يا معلم؟ تحت تضاد بس. طب افرض يا مستر السؤال الجديد دوت وقال لك حكمك على ما يقابلها بالتداخل مثلا. عادي جدا، ملاش دعوه باللي احنا عملناه هنا خالص. الاصليه اهي، اطلع التداخل اهو. الاصليه صادقه، والصدق مال يا معلم؟ الصدق نازل نازل، وانطلع ما نعرفوش. ما قلنا لك الصدق ايه؟ نازل نازل، طلع ما نعرفوش. الغنوه بتاعت سيادتك. كاف س بقت هنا يا باشا ما نعرفوش غير معروفه او مجهوله.